تسأليني ايه اكتر حاجة بتضايقني في الدنيا وببقى بجد شايلة همها وببقى نفسي بجد اساعد الستة دي. هقولك اكتر حاجة بتضايقني الستات اللي دايما شايلة الهم، شايلة مصاريف اخر الشهر. لحد دلوقتي في ستات بيقولك ادوني ساعدوني، وتخبط على بيبان الناس وبتستلف منهم كل شهر، كل اخر شهر نفس القصة. تعرفي ليه؟ هقولك ليه. عارفة ان انت شايلة هم الاقساط والقروض دي والجمعيات والمصاريف والمدارس. طيب، وبعدين لازم نعرف اولوياتنا ونعرف مصاريفنا ونعرف نعمل ميزانية صح. ففي حاجة اسمها انا عندي عيال فمش عارفة اشتغل. يعني في ستات يقولك انا عندي عيال فمش عارفة اشتغل، ما عنديش وقت ان انا اشتغل. بصي، اي واحدة دخلها مش مكفي احتياجاتها فانت لازم تشتغلي بأي طريقة. دلوقتي الشغل متاح من البيت، وانا عاملة فيديو مخصوص للشغل من البيت. الفيديو اللي هو قبل الفيديو ده شوفيه وارجعي له، ان شاء الله تاخدي منه افكار حلوة جدا. اشتغلي من البيت من مكانك. شغل مضمون، الشغل اللي انا اتكلمت عنه في اول الفيديو. النهارده عاملين ايه يا بنات؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. معاكم كوبايه شاي مع سمر. عايزاك النهارده تجيبي كوبايه الشاي بتاعتك كده وتيجي تقعدي معايا. النهارده هقولك هشجعك كده واقولك انا عايزه اعمل الميزانيه بتاعتي معاكم. ماشي؟ ممكن تاخدي منها فكره وتقدري ان انت تمشي بيها. تمام؟ خلاص ملكيش حجه. ان انا هديكي الافكار بتاعت الميزانيه، يعني اساسيات البيت كلها. في ستات كتير بتقولك ايه ده، انا ما بعملش ميزانيه، ان هي ما بتعملش ميزانيه. طيب كويس، انت ما بتعمليش ميزانيه، تمام، وما بتحسبيهاش، فبنيجي نستلف اخر الشهر وبنيجي نداين اخر الشهر وبنيجي يعني ما بقاش عارفين نمشي الشهر بتاعنا ازاي ولا يبقى عندنا اولويه. استنى يا بنات هشرب، معلش. ماشي. بصوا، انا الميزانيه بتاعتي شبه كنت كاتباها، يعني بكتبها كل شهر. بتلخبط معايا، بتلخبط معايا والله، و بمشيش عليها ساعات كتير، بمشي عليها، وفي حاجات بمشي عليها، بس على الاقل لو مشيتش عليها كلها بس ببقى عارفه ان انا صرفت ايه. هقول لكم بقى اساسيات ميزانيتي، يعني اساسيات ميزانيتي. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على النبي في الكومنتات. عندي الاول مصاريف، دي المصاريف الاساسيه، يعني غاز، تمام، غاز وايه تاني، غاز ونت وعيش وكهرباء و... وايجار، لو عندك ايجار يعني، مصاريف ايجار بقى وغاز ونت ومدارس ودروس جمعيات والاقساط. طيب، دي حاجه. الحاجه التانية ايه بقى؟ الحاجه التانية ان يعني مثلا اعتبر ان الميزانيه 6000 جنيه، هتاخدي منهم 10%، هتشيليهم على جنب. 10% مالكيش دعوه بيهم، 10% دول احنا مالناش دعوه بيهم. برطمان كده هتقومي جايباه وفتحاه وحاطه فيه الفلوس اللي هم ال10% دول، مالكيش دعوه بيهم. ما تقوليش بقى لا جمعيات ولا اخش بجمعيات ولا اخش في حاجه. طب 10% كتير عليا، خش ب5%، يعني اقل حاجه 5%. تمام. تعالي بقى الاهم بند، اللي هو البند الاكل والشرب والعطاره والكلام ده. انا مثلا بجيب رز ومكرونه، بجيب مثلا ب 350 جنيه رز ومكرونه. احسبها بقى زي ما تحسبيها، انا ما اعرفش الكيلو عندك بكام، انا الكيلو الرز عندنا ب 25. السكر بجيب 4 اكياس وساعات كيسين لان انا باخد قسم التموين. الدقيق بجيب ب 80 جنيه دقيق. ليه بقى؟ لان بقى انا بجيب 4 كيلو. ماشي. مش هقولك بعمل مخبوزات وبعمل معجنات وكده، لا، ما بعملش. ساعات بعمل وساعات ما بعملش. يعني اكتر حاجه بعملها صراحه لاولادي هي الكيكه، والكيكه بالشوكولاته اكتر حاجه. تمام. المنظفات، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، حوالي 300 جنيه. 300 جنيه منظفات. والله بصي، المنظفات دي بالذات انا بجيبها بتاعت الشهر كله. تمام. قولي لي بقى بتجيبي ايه؟ بجيب ايه في المنظفات؟ بجيب كيس غسيل بيبقى عامل 150 جنيه 140. بجيب 40 جنيه صابون سائل. بجيب عدد 4 صابون وش صابون احنا بنغسل بيه عادي يعني. بجيب اللهم صل على سيدنا محمد مثلا 10 كلور الليفه، 10 دوني، ب20 جنيه اكياس بيضه، وكياس كمان اعزكم الله يعني الزباله. دي المنظفات بتاعتي. تمام. بتخش لها في 300 250. بس خلاص بقى طول الشهر بجيب بقى هبقى اجيب المنظفات واصورها لكم، مش هشرح لكم بقى انا بعمل ايه. تمام. السوق، السوق اللي هو الفاكهه والخضار. بتجيبي ايه في السوق يا ام محمد؟ بطلع للسوق 1200 جنيه. 1200 جنيه بتسوق كل سوق من 300 جنيه
احنا عندنا 4 تسواق، فبتسوق من 300 ل 350. وانا شرحت لكم السوق في فيديو الخضار والفاكهه، شوفوه. السمك 240، احنا بنجيب السمك مع الخضار بس 240 موجودين. اللبن 100 جنيه. تمام. الجبنه سواء قريش او هتجيبي جبنه علب فانا بتساوي معايا 200 جنيه. البيض 200 جنيه، لان كرتونه البيض دلوقتي من 100 ل 120 جنيه بتكفينا كرتونتين في الشهر. العسل 60، المربى 120، الحلاوه 150. ده كله عشان المدرسه، اصلا في الاجازه ما بجيبهوش كتير يعني، بجيبه يربح كده وينصص. تمام. تمام. انا عارفه ان هي ميزانيه سريعه، حبيت ابسط عليكي الدنيا يعني ايه، اديكي كده الاساسيات وايه. هتقعدي زي كده هتجيبي الكشكول بتاعك. الكشكول ده بيستحمل معاكي كتير قوي يعني. الواحد مش عارفه كنت جايباه ب 80 جنيه ولا ايه، بيقعد معاكي كتير، فيه اكتر من 250 ورقه. هاتيه واشتغلي بيه حلو جدا. طيب احنا طلعنا 10%. تمام. وجبنا الخزين اللي هو اساس المطبخ. لازم بصي طول ما انت عندك الخزين ده، والمنظفات والله من الاساسيات. المنظفات من الاساسيات. طيب عندنا كمان بند الفراخ واللحمه. انا بجيب 3 فرخات بيبقوا عاملين 600 جنيه، لان بجيب الفرخه كبيره 2 كيلو ونص. بعمل منها مش هتصدقيني والله ما هتصدقيني لو قلت لك ان انا بعمل منها على 5 مرات. بطلع منها بانيه، وبطلع منها يعني الفرارجي بيقول لي مثلا اقطعها لك، اقول له لا ما تقطعهاش هاتها لي سليم. اروح انا بقى في البيت، بيبقى بصوا اول يوم ده يوم متعب قوي، بس برتاح. بجيب المنظفات وبجيب الفراخ وبجيب التوابل، بجيب كل حاجه في اليوم ده. تمام. لما بتروحي سوبر ماركت كبير يا محمد بتصرفي اكتر، ولا اما بتجيبي حاجتك مثلا من البلد اللي انت فيها؟ لا، اما بجيب حاجتي من البلد اللي انا فيها، لان لما بروح السوبر ماركت الكبير ده يعني بخرب الدنيا ببقى رايحه بس عشان اجيب فراخ ولحمه ومش عارفه ايه. لا بجيب بقى صلصه وطحينه ومرته ومش عارفه ايه بتلاقي المبلغ اللي انا كنت واخداه معايا اصلا. ببقى بدعي ربنا كده بيني وبين نفسي، اقول يا رب يكفي يا رب يكفي مش عارفه انا بجيب الحاجات دي ازاي، ما شاء الله. بتخش السوبر ماركت الكبير ده يعني صراحه الحاجات بتغريني يعني. تمام. هنرجع تاني زي ما قلت لك كده في الاول. 3 فرخات بعملهم على 5 مرات. كيلو لحمه، لو امكن ما فيش لحمه خلاص مش مشكله، لحمه عادي ممكن اجيب نص، ممكن اجيبها مفروم. تمام. كيلو اللحمه عندنا ب 400 جنيه. اللحمه المفروم حلوه قوي يا بنات. لحمه مفروم بقى، بصي بقى يا بنات، اللحمه المفروم كيسي بقى كفته، حط عليها بقى رغيف عيش، فقش عليها البيضه، في ناس بتحط برغل. تمام. حطينا العيش على الكفته، عملنا كفته، عملت منها مكرونه بالبشاميل، عملت منها جلاش، عملت منها اللحمه المفرومه حلو، كنز في البيت يا بنات ما تفوتوهوش. طيب ايه كمان غير اللحمه المفرومه؟ الفراخ. الفراخ كنز في البيت. اللي بتربي فراخ بتوفر، خلينا متفقين، اللي بتربي وعندها مكان بتوفر. يعني انا ال 600 جنيه لو هربي بيهم هربي 5 فراخ، مش هجيب 3 بس، لا انا هربي 5. تمام. طيب العطارة 50 جنيه. 10 فلفل، 10 كمون، 10 كركم. انا بستعمل الكركم كتير قوي بنات، حلوة قوي والله في الطبيخ. بهارات لحمة، بهارات فراخ، البهارات السبعة، وفي بخمسة يعني، في بخمسة. لحد دلوقتي في بهارات ب5 يا محمد. لحد دلوقتي في بهارات ب5. طيب البقوليات، لوبيا، فاصوليا. هتقولي لي عدس؟ لا ما بجيبش عدس، بجيب عدس بجبه، لان العدس الاصفر احنا ما بناكلوش اصلا، عيالي ما بياكلوش، فهجيبه ليه؟ هيجيبه يبوظ. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. سلموا على النبي في الكومنتات بالله عليك، حط اللايك يا رب اللي يحط اللايك يطلع عمره يا رب باذن الله. انا وانتوا ادعوا لي والله يا بنات. يعني بصوا مشتاقه قوي 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 ان انا اروح يعني، ربنا يكتبها لي يا رب. بصوا يا بنات، العطاره بند اساسي. البقوليات بصي بقى، انا بجيب البقوليات لوبيا وفاصوليا، عدس بجبه، ربع فشار كده يعني. العدس اللوبيا والفاصوليا بجيب كيلو كيلو. تمام. وببلهم، بحطهم كده في ميه وببلهم من بالليل، واقوم سلقاهم غلياهم غليتين وشطفاهم ومكيساهم على قد الطبخه في الفريزر. اجي بقى اطلع اعمل بقى ايه، مره لوبيا مع فراخ، مره لوبيا لوحدها، مره لوبيا مع رز شعريه، مره فاصوليا. هتقولي في الحر ما حدش بياكل طبيخ؟ لا والله عيالي بياكلوا بياكلوا طبيخ. فاللوبيا والفاصوليا. من ضمن بقى السوق طبعا بنجيب بقى باميه، بنجيب كرنبه مثلا اعملها في نص الاسبوع. خضار برضو من السوق عشان تطبخيه، يعني كل الخضار بالموسم بتاعه عشان تطبخيه. فانت كده طلعت لك الرز على فكره انا بجيب 10 كيلو رز او 15. هتقولي لي طب انا همشي بنظام ال 15 يوم؟ طب انا بقى بصي، انا بقول لك على النظام بتاعي بالشهر. النظام بتاعي بالشهر بينجح معاكي. نظام الاسبوع يا محمد لا، اقول لك صراحه لا. بينجح معاكي في نظام ال 15 يوم لا.
حاولت كتير يا بنات ان انا اجيب حاجاتي بالاسبوع، ما نفعش. بال 15 يوم ما نفعش. منظفات، اختي تقول لي يا بنتي ما انت جايبه منظفات ومش عارفه تصرفي عليهم 300 جنيه لا، لا بعدي ال 300. الكيس مثلا الصغير بتاع المسحوق الغسيل قد كده ما بتغسليش بيه هدمتين. فانا لما بجيب كيس مثلا ب 140 2 كيلو واجيب عليه نص كيلو فرد، وكيس مثلا مزيل للبقع او البقع، واعملهم خلطه، بعملهم اكياس كده صغيره، بعملهم 25 كيس 30 كيس، كل غسله كيس. هتغسلي كل يوم؟ انا بغسل كل يوم، بغسل يوم ويوم. تمام، ربنا يخلي الولاد يعني. ف فالمنظفات على بعضها حلوه، الفراخ على بعضها حلوه. ما بنزلش كل يوم عشان هنزل كل يوم اجيب فراخ، مش هنزل كل يوم اجيب لحمه. طب ما حدش بيعمل كل يوم فراخ ولحمه. حتى لما تبقى عندي في مطبخي انا ما بخليش ابني يروح يجيب لي كيسه الملح، والله والله يعني في كيس الملح نفسه انا والعيالي بنروح نجيبه. بجيب بالشهر كل حاجتي. اللبن، الجبنه القريش حلوه جدا في البيت يا بنات، جربتها جبت 100 جنيه الشهر اللي فات، قعدت معايا يجي 15 يوم. اصل الولاد ما بيحبوهاش، فحاولت ان انا اعودهم عليها يعني. البيض، البيض ده اساسي معانا اصلا يعني، احنا بنحب البيض. العسل الاسود برضو كان نفعني الشهر ده، اللي هو شهر 8 كان نفعني جامد. كنت جايبه كنت جايبه برطمان، اللي هو البرطمان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. المربى، المربى احسن حاجه. اللي بجيب البرطمان الكبير. كمان بجيب برطمان صلصه بيبقى عامل 35 جنيه، حلو قوي يا بنات البرطمان الصفيح ده. اما بتبقي تعملي مكرونه مش عايزه تضربي طماطم مكسله مش عارفه ايه، بينجزك صراحه. الحلاوه، لو ولادك بيحب الحلاوه، فانا يعني ان شاء الله ناويه اجيبها عشان المدارس طبعا محتاجين حلاوه وجبنه وبيض وكلام من ده يعني. فالحاجات دي كلها بتغنيكي على انك بتاخدي مبلغ على بعضه، شلتي مبلغ سواء للتوفير او للطوارئ وربنا كرمك تمام. السكر، بتجيبي 2 كيلو. ليه؟ لان انا باخد، انا نفر واحد في البطاقه بتاعت التموين، فباخد كيس سكر وازازه زيت. الزيت عندنا بكام؟ الازازه من 75 ل 80، فبجيب 3 ازايز. مش كاتبه لكم هو قد ايه على فكره، نسيت. فبجيب 3 ازايز. تمام. يبقى انا جبت حلاوه مربى بص انا بقول لك على كل الحاجه اللي انا بجيبها. السوق لا، احنا ال 300 جنيه اللي انا بجيب بهم السوق غير فلوس السمك، غير فلوس، او ممكن تدخلي فيهم، ممكن ادخل فيهم فلوس السمك. تمام. اتفقت معاكم في الفيديو بتاع الخضار والفاكهه ان انت مش هنجيب الفاكهه اللي في السوق كلها يعني. هم 3 اصناف، صنفين، والمره الجايه جددي. تمام. اهي باينه قدامكم اهي. فهي مش ميزانيه بحسب ان هي افوار. ما تنسيش بقى ان في جنب هنا كده بتبقي كاتبه فيه المصروفات بتاعتك، اللي هي الغاز والنت والعيش والكهرباء ايه تاني، غاز ونت وكهرباء وعيش ودروس وجار واقساط وجمعيات وديون. بتكتبوا تحت كده، بعمله في خانه لوحده. بسطر بقى واعمل كل واحد في خانه. مثلا الخزين في خانه، ده بند الفطار، اللبن والحاجات ديت بند الفطار برضو في خانه، الفراخ واللحمه في خانه. ظبطي دنيتك. بصوا انا عندي الكشكول ده وعندي الاجنده دي، جبتها في اول السنه. تمام اهي. هوريكم بقى الاجنده بتاعتي. مش اول مره، عندي كذا واحده بس ضاعوا يعني. فاللي ما بتعملش ميزانيه لا تعمل ميزانيه وتتشجع معايا وتقولي ان الميزانيه نجحت معاها ولا لا. تكتب لي في الكومنتات عايزه اشوف نتائج. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيديو حلو جدا. اكتبوا لي بقى انا عايزه ميزانيه مثلا ب 4000 ب 5000 ب 6000، واكتبي لي عدد الافراد في اسرتك عشان اقدر اعمل لك الميزانيه الصح ان شاء الله باذن الله. شوفي في فيديو جديد. ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.